تساتفتن قدماتن فلما يوحنا نهزب إرترا أوشتن وصعين مسقانا مودبتن أمعرقتن بعلنا صنات إذا أتينا زلنا عمت فلاميت كالأي ربع زمن أموائل نصنتنا ربع زمن بفقدي عمتات نصنتنا ترايزي كونه أب عالماون زباون مدرحاتون أقدستي مكيارات ويمسقارات ذرأي الله زلو قوانه لولاونتن ناصنتن إرترا كابزوخون خالي ناصنتات فلويز قبرو حزب إرترا قدم زوخون خالي حزبتات أفريقيا مسر سوسانه استحقاقون كله كاب كالاي كوينات عالم تعويتهم زوصو حيالان نتمثل كحيدهم بحيلي نمسعدو أبزان قدلو بزي زرايات نخلت دائل حيالان أبراريو مكيتو أب أفريقيا زقزف سراويت سعيرو خنسو جزءات حقي أخبرو برفرندوم أخبراو حق زفقدو مسالو مرقاقاسي ناي حرنتن لولاونتن فلوك إياغن أبشحن تشعتميتن تسعن حدن أي تزازمن ناي إبلالان جزءات إجعكان حيلتات عالماون زوباون ملكتهم نمنقاش حزب إرترا رفتا رخيبو زعنوو مريتو من تخي هانت أب أنكليل ناي فترا دباو كيشتات جهون محازو كاب حنش نابادمي نابدميرا وزته زكايد وشرحتات بحيلن بحقن مكيتو سعروي فشلت وديتاتهم كيقبلوا جن نهزب إرترا بسلولو قلولاوات نممسان لعلنا حق رقيصهم لعلاو مريت إرترا وريروم يعنولو سعرت وديتاتهم بتخطاتالي تقناتات المعبلح كعا ناهزب إرترا زعبن مخته أنصار طرفنت قدمنا صنتن بن لادن كساب شحن 996 أب السودان زنبرلون دحريون أحاسيس كان دوين كان نموينجال نايكل التشحن 9 تياترو بايتو صتا تقايدو زير تعوي إبقدا تبينو إذون نقباتي شوحاتهم سلزير ويه بحدش تقنى 7 مسالات بقى سيطاني عبود زمتتات زكايد ودراماتات نايتمالي تذكري نقطباو عنوات حزب إرترا أوشتن وسائن زفحسو شرحتات ندبلوماسياو تنصل إرترا زكايد حصور زمتتاتن هكاناتاتن بروباغانداوي سنا أمراو خينات كم نايصرنا قلع وتادراو متقعتتات دمام يركا خطبهم قموم زستممو تريوتات حزب المنقستن إرتراخي بحطيرو نقولو ديتاتن شرحتاتن مكيتو لولاونتون ناصنتون حليو حاطوراتن قيدتاتن بطاطيسو وهدتون حدنتون دريعو بحرياون نساتهم بسنعوون قطباو مسجدلات سجيرو كمه كيبلن كي تسعدن نايرب زمن ذحبن كيا سريعو نتي أبشحن 991 حدن زجبطو صواعنا سنتن حرنتن دقاقي مخلعو ناب حدش معراف يسجاجر الله سب بدعن إبلالان وشلخلخن كنتبلنا
مستخاتاتلن نازايدا خمتص صنحه وديتاتن شرحتاتن كافشلتنا فشلت سلازن كرارو قرحنتومن چنقتومن عاريبو يعلوط لو خنبل نخيل زخبركمن نايش حنت عتميتن تسعن حدن ناصنت حزب إرترا مس مختام زحول كويناتن مبقاس عندرا انكو قطري زتقاطم اواني نيرو اذا عمزاتنا يا معراف قال اي ربع زمن ون انكو قطراو عندرا زوهللو عالماو قلولاو نابناي موتا تاچاف زتقراربلو مدرخ زنفتي نيرو اتمسغار نابين كندين كم زوسد مجمات زي كال كوانت هنا مسعب عالمين زوانان زلو نوصي اتوب اقالبو زحتت قداي مسزبيتاوي كل غناو غسغاس كل سيناريوهات احغراون زوباون مقيارات زحيله طمور زلاقي عبيت مختنا بزور تصميلان بزحيل نهرن درخيتن كنقصل حريا زيكونه تاريخاوي حدري يمو حزب إرترا أوشتن وصعن نابزي بسفح كتيتو أتي وزلو مدرخ كم لمود عوض مخايدو خمس خون ترتر يالبا بزي أقاطامي نبايتو تصتان لعلنا أحقراوي حقي أخبرومن قبو حلفنتو مال إلومن توريرو نزلو لولاو مريتنا حارا غيروم كركونا تغيلوم مالتي نزاي فتحاوي بدالي القدوم كا تتعيسهم كالرمون لخطلوا عنوات كي يخحسون ناتمعصنكو نفتاو فتحين عرك حزب إرتران زغونه حزبتات عالم محزنتو كحيل تصوع مس طلول كرامات كبري مسمعتاتنا حبن زي تصعد حزب إرترا عوتنا حفاش المحترمون والمحترمات، الحضور والضيوف الكرام، في البداية التهاني للشعب الأريتري في الوطن والمهجر والشكر والتقدير لمنظمي ومرونقي عيد الاستقلال. هذه السنة التي ولجنا فيها هي بداية ربع القرن الثاني من عمر استقلالنا، وهو ربع قرن ليس فقط بعدد أعوام استقلالنا، وإنما بما يتخلله من تغيرات وتحولات على صعيد منطقتنا وعلى الصعيد العالمي والإقليمي. إنما يميز سيادة واستقلال إريتريا من أي استقلال آخر هو أنه في الوقت الذي كان يستحق فيه الشعب الإريتري وقبل الشعوب الأفريقية الأخرى ممارسة حقه في تقرير المصير، وأنكرت القوى العظمى التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية هذا الحق وعملت لإرضاخه بالقوة، تصدى لقوتين عظيمتين بالتناوب وبدون سند ومعين، هو تأكيده لحقه بما يسمح به القانون الدولي عبر الاستفتاء، مع أنه هزم أضخم جيش في إفريقيا. إن الإعجاز المميز الذي يتمثل في الحرية والسيادة لم ينتهي في عام 1991، فقوى الهيمنة وحكم الغاب قامت بمؤامرات عدة لكي لا يحظى الشعب الأريتري بالراحة
ويعمل على إعادة تعمير ما دمرته، لحجزه رهينة متاهات النزاعات الحدودية المفتعلة بدءا من حانش وبادمة ومنه إلى دوميرة. ولكن الشعب الأريتري تصدى لهذه المؤامرات وانتصر عليها بالقوة والقانون. ولكي لا يتقبلوا هزيمة مؤامراتهم ومن أجل إضعاف الشعب الأريتري عبر الأزمات، قاموا وما زالوا يدمرون الأراضي السيادية الأريترية بعد غزوها انتهاكا لسيادة القانون. وللتغطية على فشل مؤامراتهم عبر اتهامات متتالية، يقومون باستخفاف التصدي المشرف للشعب الأريتري للتطرف قبل الاستقلال، وحين كان ابن لادن في السودان حتى عام 1996 وما بعده. ولتشويه الشعب الأريتري واتهامه، قاموا بمسرحية عام 2009 بمجلس الأمن واستصدروا قرار الحظر. ولأن هذا العمل لم يشف غليل شهيتهم للهيمنة، فإن الاتهامات الجديدة بحجة حقوق الإنسان والمسرحيات التي قاموا بها عبر حملات الشيطنة المسعورة هي من ذكريات الأمس القريب. إن المؤامرات التي نسجوها في الداخل والخارج بغية تدمير اقتصاد الشعب الأريتري، والحملات الدنيئة التي شنوها قصد عزل إريتريا دبلوماسيا، والحرب الدعائية والنفسية التي أطلقوها كهجمات صورونا العسكرية السافرة، لهي في المحصلة النهائية ظواهر تبعث على الاستغراب والتعجب. أما الشعب الأريتري وبعد أن صمد لكافة المؤامرات والدسائس، صائنا سيادته واستقلاله، متجاوزا كل القيود والعقبات، معززا وحدته وتماسكه، متعاطيا وباقتدار مع كافة المعضلات الاقتصادية، سواء ما كان منها طبيعيا أو تلك التي اختلقت من قبلهم، فإنه بصدد الارتقاء نحو مرحلة جديدة دون ما تضعضع أو استكانة. لقد أنجز الشعب الأريتري فخرا عمره ربع قرن من الزمان، وتمكن من ترسيخ قيم الحرية والاستقلال الذي انتزعه في عام 1991. أما أصحاب عقلية الهيمنة والتزلف فإنهم في حالة من التململ بسبب الخزي والفشل الذي أصابهم عقب إخفاق كافة المؤامرات والدسائس المتتالية والمضطردة التي دابوا عليها، والتي لم تؤدي بهم إلا إلى حضيض من القلق والحقد. المحترمون والمحترمات، لقد تصادف استقلال الشعب الأريتري في عام 1991 مع انتهاء الحرب الباردة وبوادر ظهور عربدة القطب الأوحد. أما مرحلة ربع القرن الثاني التي حلت في العام الماضي فإنها مرحلة تؤشر إلى بلوغ الأزمات العالمية المتراكمة نتيجة عربدة نظام القطب الأوحد إلى قمة تفاعلاتها. ومع أنه يتعذر التكهن باتجاه المرحلة الانتقالية ومداها، إلا أنها وبالنظر إلى الاضطرابات والأزمات التي تشهدها منطقتنا والعالم لهي مرحلة تتطلب اهتماما جديا. إن المثابرة على التصدي والاستعداد لكافة سيناريوهات التغيرات الدولية والإقليمية على نحو يحافظ على التطور الداخلي على كافة الأصعدة وبشكل يعزز قدرتنا على مجابهة تحديات النمو المستدام والشامل وبالوسائل المثلى وبزخم أسرع وأقوى، ليست خيارا بقدر ما هي أمانة يفتضيها تاريخنا المجيد. وعليه فإنه لا شك في أن النصر كعادته سيكون حليف الشعب الأريتري في الداخل والخارج في هذه المواجهة التي دخل فيها باستعداد شامل وعلى نطاق أوسع. وفي هذه المناسبة أغتنم هذه السانحة لأهيب بمجلس الأمن الدولي باحترام سيادة القانون الدولي وتحمل مسؤولياته وتسليمنا أراضينا المغتصبة بعد تحريرها، طبعا لو أمكنهم هذا، كما أناشده برفع حظرهم الجائر والتعويض عن الضرر. كما أناشد كافة الشعوب الصديقة والمحبة للعدل لتعزيز صداقتها وتضامنها مع الشعب الأريتري.
تمنياتي بموسم ممطر معطاء. المجد لشهدائنا الأبرار، الفخر لشعبنا الأبي، النصر للجماهير.